السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ انا منى من قناة منمن احمد. جايلكم النهاردة بالفيديو اللي انتوا طلبتوه مني ان انا نوهت عليه في المشتريات بتاعتي من الفجالة والستيك نوت بتاعتي. أم هو الاجندة، انا زي ما قلتلكوا بسجل كل حاجة بالورقة والقلم. انا عندي اكتر من اجندة، مش اجندة واحدة بس اللي عندي اجندة. مثلا عاملاها للروتين العناية بنفسي وتنظيف البيت والكلام ده. عندي اجندة تاني بنظم فيها يومي، لو لي حاجة ليها علاقة بشغل انا بعمله او بحاجة بعملها برضو بحطها في حاجة. الاكل بعمله له اجندة لوحده. فانا بصراحة في ناس ممكن ما تحبش كده، بس يعني كل واحد طبعا بيعمل الحاجة اللي تناسب له. تمام، فدي كانت فكرة مناسباني. ممكن حسيت ان هي مجهدة، ان انتي بتحسي ان انتي متلخبطة شوية، بس انا عشان اتعودت. انتي ممكن تلمي كل حاجة في اجندة واحدة وتقسميها. في الحاجات الاجندات اللي هي بيبقى فيها تقسيمات كده، وفي اجندات ما بيبقاش فيها، فانا بعمل لها اللي هي آه التقسيمات دي اهي. انا اللي بقسمها اهي. انتي بتعملي لها التقسيمات اللي انتي عايزاها. فانا مقسمه دي اكتر من جزء، فانا طبعا عشان الفيديو ما يبقاش طويل هقسمه على اكتر من جزء. اول حاجه هتكلم عليها هي روتيني بالعنايه بنفسي. تمام. طبعا اللي انا هقوله ده كمثال لاي بنت، يعني مش شرط اللي انا هقوله ده تطبقيه بالظبط. انتي بس مجرد ما هتاخدي الفكره وهتشوفي اللي يناسبلك بالنسبه لمواعيد يعني انا حاطه لنفسي ايام في الماسكات، حاطه لنفسي اكتر من حاجه اللي تناسبني. انتي ممكن ما يعني مش يناسبك ده، فانتي ممكن تاخدي بس الفكره وتعملي انتي على حسب ما يناسبك. يلا يا جماعه نبتدي. بصوا يا حبايب قلبي، اول حاجه انا كنت حاطه ده روتين يومي كده على السريع. كنت مقسمه اليوم لأربعة: الصبح اللي هو اول ما اصحى من النوم، وبعد الظهر، وبالليل، وقبل ما انام. تمام. كنت قايله ان انا الصبح طبعا اول ما بقوم، انتي شوفي بقى انتي يومك بيمشي ازاي. انا اول ما بقوم مثلا بقوم اخد شاور، وبعد كده طبعا بتوضى وبخرج اصلي. وببتدي الروتين بتاعي اللي هو ده بتاع العناية بالبشرة. يعني انا مش هقول مثلا انا هقوم آم، هرتب مثلا السرير او هعمل حاجة، لا ده مش في البشرة، ده هتلاقوه في حاجة تانية. تمام. فالبشرة ان انا اول حاجة بعملها ان انا طبعا باخد شاور، وبعد كده ببتدي ان انا اتوضى واصلي. طيب، حد هيسألني الشاور ده بيتاخد كل يوم؟ ده على حسب طبعا كل واحدة، بس انا يعني متعودة ان انا اخده كل يوم. بس عايزة اقول لكم على ملحوظة: محدش يا بنات يبل شعره خالص يوميا، عشان دي حاجة غلط جدا جدا على الشعر، بيقصفوا. والمية اصلا ما بتبقاش، انتوا عارفين ان هي بتبقى داخل لها يعني حاجات كتير وبتاع. فاحنا عايزين نحافظ على شعرنا على قد ما نقدر. فطبعا غسيل الشعر ده بيبقى من مرتين لثلاث مرات يعني في الاسبوع. هما ممكن مرتين كفاية قوي، وبالذات الشامبو والحاجات الكيماوية دي ما بحبش احطها على شعر كتير، فهما مرتين حلوين قوي. مرة مثلا في اول اسبوع، ومرة في اخر الاسبوع. ده بالنسبة لشعرك. بالنسبة لجسمك طبعا هيبقى يوميا، بالذات كمان لو في فصل الصيف. بعد كده ببتدي ان انا بغسل طبعا سناني، ولو في غسول لبشرتي طبعا بستخدمه. بعد الظهر ببتدي ان انا ارطب ايدي ورجلي، وهعمل كمادات الشاي الاخضر. دي كمادات باذن الله هبقى اعملها معاكم، حلوه جدا يا بنات للهالات السوداء، و بتخفف الارهاق يعني. البشرة اللي بتكون مجهدة والعيون اللي بتكون مطفية، لا فعلا حلوة جدا الكمادات دي. فانا حطاها بعد الظهر. طبعا برطب ايدي ورجلي ليه؟ لان بعد الظهر ده انا هكون خلاص انا قمت. لو في حاجة في البيت طبعا هعملها، هكون بقى روقت وخلاص وظبطت. بعد ما بخلص ده ببتدي ان انا ارطب ايدي. تمام. بالليل بعمل اي ماسك. بشوف الماسكات، يعني هتلاقوا هنا في تاني انا مقسمه الماسكات بتاعت العنايه، هنروح لها برضو.
بعمل الماسك بتاعي وبرطب طبعا جسمي. مهم جدا يا بنات ان انتوا ترطبوا جسمكم، بالذات لو احنا في فصل الشتاء بيبقى البشرة جافة، حتى الناس اللي بشرتها دهنية بتبقى شوية ناشفة، فبتبقى محتاجة ان انتي ترطبي جسمك. بعد كده بتبقي عايزه اقول لكم حاجه كمان بس قبل ما انتقل للنقطه التانية، ان ترطيب الجسم ده بيبقى ممكن تختاري حاجه خفيفه قوي على البشره. يعني شوفي لوشن يكون خفيف جدا على البشره، وحطي كده كميه صغيره وابدأي ان انتي وسعيها على جسمك، مجرد ان انتي بس ترطبي جسمك. تمام. في فصل الشتاء في حاجه تاني برضو عايزه اقول لكم عليها. بالنسبة للبنات اللي بتستحمى طبعا بمية سخنة، في بنات اعرف ان هي بتستحمى بمية سخنة جدا جدا جدا، بتبقى درجة حرارتها فوق الطبيعي. في ناس بتحب كده، مش بنات بس. فدي حاجة على فكرة غلط جدا على البشرة، بيخلي الجلد بتاع البشرة يجعد بسرعة وينكمش اكتر. فحاولي ان انت المية تكون فترة كده على قد ما تستحمل، يعني مجرد ان انت بتدفيها بس مش اكتر، عشان ما تبقيش برضو سعانة وانت في الحمام ما تعيش. فمجرد ان هي بتكون دافية، محدش يعمل درجة الحرارة تكون سخنة قوي وتحس ان جسمك بيتلسع من المية، لا بلاش ده. تمام. انا برضو قلت اقول لكم الموضوع ده. ببتدي طبعا ان انا ارطب رجلي، طبعا دي اخر حاجة بعملها، وببتدي ان انا البس شراب. لو هعمل باديكير اوكي، لو اليوم بتاع الباديكير مش هعمل باديكير خلاص ببتدي ان انا ارطب رجلي و بلبس الشراب. عايزة اقولكوا على حاجة، انا الباديكير بعمله مرة في الاسبوع بس. يوميا بعمل رجلي عارفين الصنفرة او الحجر؟ يعني قدامك يا الحجر اللي هو العادي اللي بيتباع في المحلات التجميلية او عند العطارين، او الصنفرة دي او دي، على خفيف بس كده. مجرد ان انت لو في اي اتربه او اي حاجه او اي جلد ميت او اي حاجه على رجلك، مجرد ان انت بتشيليها ما بتخليش حاجه خالص على رجلك، بتنضفي رجلك. بالذات الناس اللي بتلبس الشباشب والصنادل والحاجات دي، فبتبقى رجلها متعرضة اكتر للأتربة وال يعني ان هي تكون مش نظيفة وكده. تمام. طبعا انا يعني لازم اخد دش قبل ما انام، علشان يعني كده هو اول ما اصحى وقبل ايه ما انام. ده تبقى تعود، ودي بتبقى اختياري. ممكن قبل ما انام وما اخدش اول ما اصحى، وممكن اول ما اصحى وما اخدش لما انام. دي حاجه بترجع زي ما قلت لكم، كل واحده اللي يناسبها. طبعا قبل النوم بقى خالص ببتدي ان انا لو في حاجه في الروتين بتاعي برضو هعملها، ببتدي ان انا اعملها. هنيجي للروتين بقى اللي انا بمشي عليه. دي الخطوات اللي انا بعملها قبل الروتين او استعدادي للروتين، زي ما قلت لكم ان انا مقسماها. الروتين اول حاجة دي ده روتين عام كده انا حطاه، فممكن اقوله على السريع. ان انا طبعا برتب سريري وبعمله. آه، اول حاجة يعني لما بتصحي كده بتقومي، مجرد حتى لو عيني مقفولة وبتاع، لا ببتدي ان انا انفض السرير وطبقي اللي انتي كنت بتغطي بيها، سواء كوفرت او بطانية او بتاع، وكده سريرك بتحسي نفسيتك كده ارتاحت، وايه الدنيا الاوضه رايقه. مجرد ما السرير يبقى رايق الاوضه بتبقى رايقه. طبعا بغسل وشي واسناني وبتوضى وهصلي الصبح وابتدي البس عشان الشغل. ده لو انا كنت طبعا بشتغل، بس دلوقتي لا. على الشغل. طب لو انا قاعده في البيت خلاص، هبتدي بقى بعد ما اتوضى اشوف واصلي، هبتدي ان انا هقول اذكار الصباح والمساء. تمام. بعد ما اخلص ببتدي اشوف ورايا ايه في البيت. تمام. اذا كان مثلا هعمل اكله فلانيه، فبطلع مثلا الحاجه من الفريزر تسيح. ببتدي ان انا اجهز الاكل بتاعي. لو الشقه محتاجه ترويق بروقها، لو في مواعين بغسلها يعني بشوف اللي ايه ورايا في البيت. تمام. الروتين بقى اللي هو العناية الشخصية بنفسي. طبعا زي ما قلت لكم بدخل الحمام باخد شاور، دي حاجة برضو أساسية أنا عايداها تاني. وانا كنت كاتبة هنا الروتين بعد ما اجي من الشغل. آه، فدي طبعا على حسب، انا دلوقتي عشان مش بشتغل فهيبقى روتيني بالليل بقى. طبعا هصلي، عشان انا كنت بصلي المغرب والعشاء مع بعض، يعني ربنا يسامحني. وهاكل وابتدي العناية بنفسي. انا حاطه يوم السبت هعمل سكراب للجسم.
وهرطبه. طبعا لازم بعد السكراب يا بنات بيكون في ترطيب، ما ينفعش ان انا اعمل سكراب وما رطبش، علشان انتي بتكوني فتحتي المسام، دي حاجة. تاني حاجة بتبقي نضفتيها، فانتي لو ما رطبتيهاش بقى وحطيتي التونر بتاعك، لا بتبقى بيجي بقى من هنا الحبوب والكلام ده، فطبعا لازم ان انا ارطبها. بعد كده هغسل وشي بالغسول بتاعي، وهحط الكريم بتاعي. اوكي، ده بالنسبه ليوم السبت. يعني كل يوم انا مقسماه حاجات بسيطه خالص، بحيث ان انا ما اعملش اجهاد لنفسي، ما احسش ان عليا حمل كل يوم، ده انا لسه هعمل كذا وكذا وكذا. لا يعني ممكن اعمل ايه حاجات بسيطه خالص. يعني ممكن اعمل النهارده سكراب وارطب بس، ما اعملش حاجه تاني. هعمل النهارده بديكير بس، هعمل النهارده تقشير شفايف بس. فانتي حاولي ان انتي تخففي الدنيا على نفسك عشان ما تحسيش ان هو حمل عليكي. تمام. يوم الحد بعمل ماسك، وبعمل بعديه سكراب طبعا لايدي يعني انا اول حاجه بعمل الماسك بتاعي. طبعا الماسك ده انا قلت لكم قبل كده في خطواته، ان انا طبعا بعمل حمام بخار، وانا مش عايزه اطول عليكم الفيديو، بس بقول لكم كده على السريع. الماسك طبعا بعمل حمام بخار الاول عشان افتح المسام، ببتدي ان انا احط الماسك بتاعي، وبعد كده بغسل وشي. بعد كده هعمل سكراب لايدي طبعا وارطبها، وهعمل حمام كريم، وحمام كريم للشعر. يبقى يوم الحد ده اليوم اللي انا هغسل فيه شعري وهعمل فيه الحمام الكريم. اوكي. يوم الاثنين طبعا بقى يا دوبك بس بغسل وشي بالغسول وارطب جسمي. انا الغسول بستخدمه يوم او يوم لا، عشان برضو بيكون فيه نسبة مواد كيماوية، فما بحبش ان هو بيبقى كل يوم. لا، انا بستخدمه يوم او يوم لا. فانا استخدمته السبت، فعديت الحد وهستخدمه يوم الاثنين. هغسل وشي وطبعا هرطب جسمي، وهحط الكريم التفتيح بتاعي اللي انا بستخدمه. يوم الثلاث هعمل سكراب للايد زي العناية بالفيديو بتاع العناية بالايد، هتلاقوا هسيبه لكم تحت في صندوق الوصف. هعمل العناية بايدي يوم الثلاث، وطبعا هرطبها وهرطب وشي بس، مش هعمل اي حاجة تاني في وشي. يوم الاربع هعمل تقشير للشفايف، وطبعا هرطبها وهعمل ماسك كده للبشرة. يوم الخميس هعمل باديكير الرجل، يبقى يوم الخميس ده انا خلاص حطيت فيه الباديكير للرجل، وهعمل سكراب للجسم وهرطبه. اوكي. يوم الجمعة هغسل وشي وهعمل حمام كريم للشعر. يبقى انا حطيت يوم الحد والجمعة هما دول اللي انا هغسل فيهم شعري وهعمل فيهم حمام كريم. والله حبيت ان انا اضيف حمام زيت، مفيش مشكلة، ممكن احطه في يوم تاني، او اعمل مرة حمام كريم وحمام زيت، برضو مش هتفرق، كل واحدة بتختلف عن التانية في نظامها. طبعا انا الروتين ده بيتغير عندي، انا برضو عامله هنا روتين اهو بشكل تاني، وعامله هنا روتين بشكل تالت، فكل فتره بغير الروتين بتاعي، ما بيبقاش ثابت. تمام. يعني انا زي ما قلت لكم ده كنت بشتغل، فكان ده اللي يناسبني وانا بشتغل. ممكن وانا قاعده مثلا مش بعمل حاجه فاضم حاجه على حاجه، بس انا افضل بصراحه ان كل حاجه تبقى في يوم كده حاجه خفيفه، هتبقى احسن بكتير، مش هتحسي بضغط عليكي. تاني حاجة ان انتي هتبقي مش جاهدة جسمك او مش جاهدة بشرتك، لا انتي موزعة كل حاجة يعني كويس، وكل يوم بتعملي حاجة بسيطة، وكل يوم مهتمية بنفسك في حاجة شكل. يعني كل يوم بتمسكي مكان وتعتني بيه. يوم مرة ايدك، مرة رجلك، مرة بشرتك، مرة جسمك، يعني انتي ملمة بكل حاجة. تمام. ده كان اول روتين ليا، يا رب يكون عجبكم وان انتوا تكونوا استفدتوا. اتمنى ان انا اشوف تعليقاتكم تحت في التعليقات. ويا ريت لو عايزين اي فيديوهات بعيدا عن الاجنده، انا باذن الله هصور لكم بقيه الاجزاء. لو انتوا عايزين اي فيديوهات لاي افكار تانية قولولي. عايزين فيديو مثلا للمشتريات لجهازي، عايزه اعرف ايه اكتر حاجات انتوا بتحبوا تشوفوها. دي حاجة. تاني حاجة عايزاكم يا بنات تتابعوني على الصفحة بتاعة الفيسبوك، وعلى الفيسبوك لان الفيسبوك هيبقى التواصل ما بيننا بشكل كبير. انا طبعا بحاول ان انا ارد على كل تعليقاتكم على قد ما بقدر باذن الله يعني، بس الفيسبوك هيبقى التواصل ما بيننا، لان في بنات مثلا عايزه تسالني على حاجه، في اكتر من بنت طلبت رقم تليفوني وطلبت الاكونت بتاعي ان هي عايزه تتكلم معايا، فانا بسيب على طول الاكونت بتاعي تحت في صندوق الوصف، فانتوا ارجعوا ليه وابعتوا لي.
لو بعتولي اد انا بقبل يعني على طول وكده. هتعرفوا تتكلموا معايا بشكل اكبر على الفيسبوك، على على صفحة الفيس البيج بتاعتي. برضو هيبقى التواصل اكتر، عشان زي ما قلت لكم عايزة انزل استفتاءات كده، ونشوف ايه اكتر فيديوهات بتحبوا تعملوها، او ايه اكتر فيديوهات سوري بتحبوا تسمعوها او بتحبوا تشوفوها. انا بحاول على قد ما بقدر والله يا بنات ان انا افيدكم بالمعلومات يعني اللي انا اعرفها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وان انتوا تكونوا استفدتوا. يا ريت يا بنات لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وما تنسوش الشير، وان انتوا تشتركوا في قناتي لو اول مره تشوفوا الفيديو. طبعا لو من عيلتي حبيبه قلبي وصحابي، منوريني والله، وربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه يا حبايب قلبي.